الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتي لليوم راح يكون عن فاجعة حريق الحمدانية اللي حصل بالعراق. يعني بيحتار الواحد شو بده يحكي. والله دائما بنتهم نحن الغرب انه عم يتآمر علينا، بنتهم الغرب انه عم بيسبب لنا حروب وكوارث ومصايب وخربان بيوت وتشريد وتهجير وقتل واغتصاب وسب ولعن. المواضيع مو كلياتها هيك يا أخي، والله المواضيع مو كلياتها هيك. فاجعة حريق الحمدانية شو سببها؟ سببها هو صاحب نفس القاعة، صالة الأفراح، المالك هو اللي حق عليه. من خلال مشاهداتي لوسائل الإعلام لما جابوا الخبر امبارح بالليل، شو هالصالة هي؟ عبارة عن حديد هذا تبع السكك، وحاطط لي الواحد الايكو بوند هي يلي مثل الفايبر جلاس، او مثل نحن بنقول له عنا بالشام مثل الفلين. يعني هذا الفلين بتفتفته، هي كلها مصنعة. هذا الفلين كله مصنع من شو؟ مصنع من المواد الكيماوية هي يلي بتحترق بسرعة. يعني لو بتعطيها شعلة قداحة هيك بتشممها اياها بتحترق. شو هالبناء؟ شو هالصالة هي؟ ما في غير بس الجدران المحيطة بس بصالة الأفراح هي اللي بس من بلوك من اسمنت. حتى جدران الصالة جوا ملبسها ألواح الإيكو بوند. شو هالصناعات؟ شو هالاستهتار بأرواح البشر؟ عم بتدور على تكلفة هيك بسيطة منخفضة، تكلفة قليلة، بس مشان هيك تساوي صالة أفراح. ويوميا بيقولوا لك يوميا حفلتين وثلاثة بالصالة، يوميا، شي الصبح شي العصر شي بالليل. ملايين الدنانير العراقية عم تدخله. وبالأخير لما وقع الحادث وصار الحريق دوروا على صاحب القاعة مالك الصالة، ما لاقوا. خبروا بعدين انه والله شو هربان لأربيل. ليش هرب لأربيل؟ لأنه بيعرف أنه هو مخطئ، أنه هو مذنب، وأنه هو راح يتحاسب. شو هالحكي هذا؟ ما في مؤامرات، نحن اللي عم نخرب بيوت أنفسنا. استهتارنا نحن وسرقتنا لأنفسنا، بعضنا البعض، حكينا على بعضنا البعض، عم نأذي بعضنا البعض، عم نسرق بعضنا البعض، وعم ننهب بعضنا البعض. طيب لأيمتى هذا الحكي؟ هي قرية أو منطقة الحمدانية هي عبارة عن قضاء بيسموه قضاء الحمدانية. الحريق صار في إحدى قرى الحمدانية بيسموها قراقوش، وفيها الصالة الأفراح هي اسمها قاعة الهيثم، بعتقد هيك شيء. يعني قضاء الحمدانية تابع لمحافظة نينوى، إحدى المحافظات العراقية العزيزة على قلوبنا كلياتها. أهل منطقة الحمدانية بالذات سكان من إخواننا المسيحيين، يعني غالبية السكان من إخواننا المسيحيين. منهم يعني حتى ما بيعرف يمكن يحكي لغة عربية، أو إذا حكى على لغة عربية بتلاقي لك يا مكسر هيك يعني. وفي منهم متقن اللغة العربية من خلال التجارة مثلا، من خلال سفر، من خلال روحته وجيته على المحافظات العراقية. المهم انه بيتحدث اللغة الآرامية. هالشعب هذا تبع الحمدانية معروف ومشهور بطيبته وبأخلاقه وبسموه وبعلاقاته الاجتماعية الحلوة. يعني بعمرنا ما سمعنا انه صار في مشاكل شو اسمه بالحمدانية، حسب شهادة بعض الشهود العيان يلي اجوا بعدين، او يلي حتى كانوا موجودين بصالة الافراح نفسها ويلي الله نجاهم. واحد بيقول لك انه والله انا جبت مرتي والبنات، وجبت مرت اخي، وجبت قريباتي، وفتنا وقعدنا بهالصالة هاي. ما حسينا ودرينا الا طلعت هيك شرارة، سمعنا بصوت مثل انفجار صغير او هيك شيء. بعدها صار في اطلاق للأعير النارية بشكل كثيف كثير بالصالة. طب مو عارفين هالصالة هي انه هي مو من باطون مسلح؟ نتيجة هالإطلاق الأعير النارية الكثيفة هي ما حسوا دريوا إلا شبت هالنار بشكل مهول مخيف في القاعة. وبما أنه القاعة من الداخل مغطاية بألواح الإيكو بوند هي،
والسقف كلياته من الحديد الخفيف تبع السكك، هذا مثل شبابيك البيوت. وشبت هالنار بسرعة، ومن كتر ما النار صارت قوية ومهولة ويقوم ينزل السقف على هالناس يلي بالقاعة. طب صالة الأفراح لما نزل السقف وبلش الحرية هذا، كم شخص موجود بالصالة؟ موجود تقريبا شي عم بيقولوا لك شي 1000-1200 شخص بالصالة. وكم باب إلها؟ ما إلها غير هالباب الوحيد، ما إلها ما غير باب جانبي صغير. طب وين بدها تهرب على العالم؟ وبلشت هالعالم دافع بعضها البعض بدها تطلع وتهرب. يلي طلع ونجي، ويلي ما طلع حرقته هالنار وشويته شوي. حتى بعض الشهود بيقول لك عم نحاول نقيم الجثث، لما عم نيجي عم نلاقي الشخص ممدد مفحم، عم نيجي عم نقيمه عم يفرط بين ايدينا، عم بيصير رماد يا جماعة، رماد. شو هالحكي هذا؟ شو هالاستهتار بأرواح البشر؟ مو معقول هيك تصرفات. طيب أعداد الضحايا بالبداية كانت 100، هلا صارت تقريبا شي 150، والمصابين والجرحى الله هيك يعافيهم ويرحم هالضحايا. المصابين والجرحى تقريبا وصلوا ل 250-300 هيك شيء تقريبا. وهي تقريبا الحصيلة الأولية، لسه ما حدا عم يعرف حدا. الله يعينهم والله بالحمدانية ويصبر أهل هالضحايا اللي راحت، ويشافي ويعافي المصابين وهالجرحى. في ناس عم بتفوت لجوا على الصالة بعد الحريق، ما عم بتدور. هذا اللي عم بيدور على مرته، هذا اللي عم بيدور على أولاده، هذا اللي عم بيدور على أمه. في كثير من الناجين. واحد من الناجين طلع عم بيصرخ ما لقى غير وشاح أو شال أمه، ملابس أمه بس محروقة. ولأجل الصدفة الله يرحمها شو لابسة؟ لابسة توب العلم العراقي نفسه، عاملته توب وجاي لابسته. شوف الوطنية، شوف الصدق، شوف هالمواطن. بس مو الحق على هالمواطن هذا، الحق على مين؟ الحق على مالك القاعة وعلى هالمسؤولين. حتى الحق بيرجع على أصحاب قرية قراقوش وعلى منطقة الحمدانية. كيف بترضوا لواحد مثل هذا يعمل هيك صالة و1000 واحد؟ طب إطلاق النار كيف بتسمحوا له يطلق النار هذا؟ بالمقابل المسؤولية الكبيرة إنه مين اللي أعطى التصريح لمالك العقار هذا؟ واحد من الناجين كمان شاهد بيقول لك هي مكان بناء الصالة أرض زراعية، وصاحب الصالة سارق هالأرض وعامل فيها الصالة، لذلك كان بناء هش، بناء يلا بس يا بدي أعمل صالة واكسب هالمصاري واجني من هالمال. إيه ما بيصير. طيب مثلا الدفاع المدني ما شافها؟ طب ما في شرطي مثلا من هالقرية قراقوش بالحمدانية؟ ما في شرطي موجود؟ لك ما في واحد من موظفين البلدية؟ ما في واحد من الداخلية؟ طيب محافظة نينوى شو قاعدة عم بتساوي؟ ما بيطلعوا تفتيش؟ طب وين التفتيش؟ ما شفتوا هالأماكن؟ هي المصيبة، إنه دائما الخطأ من الدولة، من الحكومة، من الموظفين. ما في إخلاص للوظيفة، ما في وطنية للوظيفة، ما عم نحس بمسؤوليتنا تجاه الأرواح هي يلي عم بتروح. والله العظيم لو أي مسؤول أو أي موظف بالدولة، إن كان بالعراق أو كل الدول العربية بدون أي استثناء، لو كان أي حدا من هالموظفين بحس بهالمسؤولية وبهالوطنية هي، والله ما كنا وصلنا لهالمواصيل هي. مثل ما حصل بزلزال المغرب أو بإعصار ليبيا، قرى وضيع بين الجبال يا عزيزي المشاهد، قرى وضيع بين الجبال ما وصلوا لها بعد 10 أيام. لك ما في طرق تروح للمناطق. والمملكة المغربية طب شوين النفط؟ طب وإعصار ليبيا وهالسيول وهالسد هذا اللي حاطين لي إياه، سد الوادي وسد درنا. هالسدود هي من ايمتى مبنية تقريبا من 70 سنة. طيب وأعطوا لا محافظ درنا، صرفوا قدموا له ملايين أو 5 أو 7 ملايين دولار بس مشان صلح السدود. شفطها هن وهالمسؤولين والموظفين وبعض الموظفين.
مو معناتها الحكي انه ما في موظفين شرفاء، في موظفين شرفاء وفي مسؤولين شرفاء، بس ما حدا عم بيقدر يحكي. هي مصيبتنا نحن. لكان هي عيشه بالدول العربيه، هي عيشه مثلا هلا سوريا، روح شوف سوريا شو صار فيها من شو، من هالمسؤولين من هالحكومه. لبنان شو فيها، الدولار لوين وصل، بليبيا، بالمغرب، بالعراق، اليمن. اليمن شو صار فيها كمان، وفي خيرات وفي ثروات وفي كنوز. امتى هذا التقصير وهذا الاهمال؟ عزيزي المشاهد، شارك الفيديو مشان كل واحد بيسمع هالفيديو هذا كمان يشارك، رجاء اعمل مشاركة للفيديو مشان هالناس تسمع. التقصير مو مني بس، لا، من كل أجهزة الدولة كمان. يا أخي التفتوا لهالمواطنين، التفتوا لهالشعب، اشتغلوا بأمانة وشرف، بصدق، بإخلاص، بوفاء. لخلينا نعيش لإمتى؟ يعني مبسوطين امبارح والله ما نمت الليل، مبسوطين يعني اجى الخبر بالليل والله طلع الصبح وانا قاعد. اتفحمت العباد يا جماعة، انحرقت العباد، خسرت هالاهالي هالاحباب. انا ليه اخسر عائلتي؟ يعني جاي افرح وارقص وغني وانبسط بهالعرس، بتقوم بتحول هذا العرس لمقبرة. شو هالحكي هذا؟ بتحول لفاجعة، بتحول لحزن. ما معقول هذا الحكي. اجت حتى كمان يعني الدفاع المدني لما اتصلوا فيه بعد الشهود عم بيقولوا لك انه تاخر لاجا. قال وبعض الشهود كمان بيقول لك ما اجى الدفاع المدني الا بقي شوي من هالنار هي طفوها بعد ما الناس تفحمت، المشافي ما عاد تتلحق، الجثث بالبرادات ما حدا عم يعرف حدا. هي مرتك؟ لا ما مرتك. شو بعرفني ما فحمه؟ شلون بدي اعرفها؟ هي بنتك؟ هذا ابنك؟ ما بعرف. رماد، رح يدفنوا العالم رماد. تخيلوا، لا لحمه ولا جلده ولا عظمه. طب مين بدنا؟ انا هلا بدها تصير المناسبات، بدي اروح زور ابني مثلا لا سمح الله، بدهم يروحوا يزوروا ابنائهم، بدهم يزوروا نسوانهم قرايبينهم بهالمقابر. شو بعرفني انا مين فلان ومين فلان؟ والله بدي امسك هيك ايدي وارفعهم لفوق واقرا الفاتحه على الجميع. الله يرحمهم والله يتقبلهم ان شاء الله شهداء بالجنه، ويشافي وعافي هالمصابين وهالجرحى. يعني اخبار شيء عجيب، شيء ما بيقدر حدا يتحمله. بيجي بتيجي الداخليه العراقيه بعدين بتقلك وبتعتبر انه هذا حادث وهي الفاجعه مو حادث جنائي، هي حادثه بسبب الامن والسلامه. طب بسبب الامن والسلامه وين كنتم من قبل يا الدفاع المدني؟ مو شايفينا للصالة؟ مو شايفينا؟ امور كثيره عم تحصل. يعني ما بعرف الواحد شو يعني شو بده يقول. باب واحد بس للصالة؟ طب ما في مثلا ابواب، مثلا ابواب طوارئ مثلا، اذا صارت له شيء قصه الواحد يفتح 3-4 ابواب وتطلع هالعالم، حتى ولو كان في 3-4 ابواب. طبيعة بناء الصالة غلط من الداخل، كلياتها الواح الايكو بوند، مواد كيماوية سريعة الاشتعال. اعلنوا الحداد لمدة 3 ايام بالعراق. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بنقدر نقول اكثر من هيك. ويلي زاد البلة طينة عزيزي المشاهد، شو هو مصيبة اكبر من الحريق؟ انه نتيجة احتراق الواح الايكو بوند داخل الصالة الافراح وانهيار السقف، وقع السقف لما انحرقت الواح الايكو بوند، صار يبين الهيكل. اكيد شفتوه على التلفزيونات. الواح الايكو بوند هي لما انحرقت والحديد تبع السقف كلياته عبارة مثل قصبات، مثل ما قلت لكم سكك، انهار السقف فوقها العالم هي. طب انا شلون بدي اركض بين هالحديد وبين هالنار وبين الواح الايكوبوند يلي صارت سوائل كيماويه. يلي زاد البله طينه عزيزي المشاهد انه لما احترقت هي الواح الايكوبوند فصارت تطالع روايح سامه لانه مواد كيماويه، فزاد الضغط بالقاعه على هالموجودين، فيلي ما احترى اختنق ويلي ما احترى تسمم ومات. هاي القصة يلي صارت.
يعني مصيبة فوق كارثة، فوق سم، فوق ايكو بوند، فوق انهار السقف، فوق ما انه ما في غير مخرج واحد، فوق انه لك طفايات حريق ما في بالصالة. عزيزي المشاهد، طفايات حريق ما في بالصالة. وين الدفاع المدني؟ وين الداخلية؟ وين الوزارات؟ وين الحكومة؟ شاطرين بس نطلع والله نلبس البدلات والجرافات ونطلع نعمل تصريحات للإعلام وقرارات وما بعرف شو. حتى وزارة الداخلية أصدرت ضبط وقرار بالقبض على مالك الصالة. مالك الصالة حبيباتي صار وين؟ بأربيل. هلا من أربيل وين بيروح؟ بيطلع على أوروبا. باي باي، ما راح تطولوه. يلي كانوا موجودين من بعض مسؤولين هي الصالة هن 9، قبضوا على هال9، منهم 4 مسؤولين كبار. يعني هلا عم بيحققوا معهم. واشتغل الإسعاف واشتغل الدفاع المدني واشتغل، انخربت الدنيا وانقامت الدنيا يا أخي، والله العظيم مصيبة. فلا تقولوا الغرب. خلينا نبدأ نصلح أنفسنا، نبدأ نصلح أنفسنا ونبدأ نصلح ظروفنا وأوضاعنا بأي بلد. ما بدي لكم شو تساووا، بس ما عم نستفاد شيء. شو ما عم نساوي؟ ما عم نستفاد شيء. الرحمة للشهداء الحمدانية، لشهداء الصالة، والشفاء العاجل للجرحى. تعازينا الحارة للعراق. السلام عليكم.